اليوم في هذا الفيديو غادي نقول لك واحد القصة اللي مختلفة. غادي تسمع القصة ديالي وكيفاش كنت محبوسة داخل القيود والخوف، الفشل وكلام الناس. ولكن فاش غادي نوصلوا لواحد النقطة مهمة اللي ما بقاتش فيها رجعة وخديت قرار كل شيء تبدل. غادي نوريك كيفاش يمكن لك حتى انت تكسر القيود اللي حابساك وتبدا حياتك جديدة فيها القوة والثقة والنجاح. ماشي تحفيز فارغ فقط، ولكن خطوات اللي غادي تبدل الافكار ديالك وغادي تولي كتعيش واحد الواقع اللي زوين بزاف. الا حسيتي ان حياتك واقفه، فهاد الفيديو غادي يبدل الطريقه ديال التفكير ديالك نهائيا وغادي يخلي حتى حياتك تبدل. انا ما كنتش من داك الشخص اللي كيبان عليه يعني واحد النجاح اللي كيبان ايجابي، ولكن كنت واحد الشخص اللي عايش داخل واحد السجن كبير، ولكن ماشي شي سجن ديال الحديد، سجن ديال العقل، سجن الخوف، سجن من كلام الناس، سجن الفشل اللي كنت كنعيده في كل مرة. وكنت كنفيق كل نهار وكنحس نفس الاحساس، حياتي ما كتمشيش للقدام، غير كندور في بلاصتي، واقفه في بلاصتي وكنقول في دماغي واش انا هو هاد الشيء اللي كاين فعلا او لا. خاصني نختار طريقة أخرى اللي نقدر نعيش بها حياة أحسن. ولكن الحقيقة اللي ما كنتش باغا نعرف على راسي هي أن اللي كنت دايرة هو أنني كنت سادة على راسي وحاطة عقلي في راسي وما باغاش نغير العقل ديالي. كل مرة كنحاول نبدأ كنرجع لنفس النقطة، كنبدأ بحماس كبير ومن بعد كنهبط بسرعة كبيرة، حتى وليت كنآمن أن التغيير راه ماشي مكتوب. يعني كنت كنقول أنا راه ما غاديش نقدر ندير حتى شي حاجة، ولكن واحد النهار وقع لي شي حاجة اللي غادي تبدل لي كل شي في حياتي. ما كانش غير حدث كبير فقط، ولكن كان واحد الشخص اللي دخل لحياتي مجرد لحظة صمت، لحظة وقفت فيها مع راسي وقلت فعلا راه هاد الشخص كينصحني بالطريقة الصحيحة. صراحة كانت واحد السيدة اللي قالت لي فعلا راكي كتفكري بواحد الطريقة اللي سلبية كبيرة، اذا خاصك تغيري الطريقة ديال التفكير ديالك الا بغيتي حياتك تبدل الاحسن. وفعلا تما فين وقفت وسولت راسي واحد السؤال: علاش الناس كاملين كيتقدموا انا باقا في بلاصتي؟ هنا في ديك اللحظة حسيت بشي حاجة كتكسر من الداخل ديالي، ماشي في العالم ولكن في العقل ديالي. بديت كنشوف الحقيقة بلا تجامل، انا ماشي ضحية للظروف، انا نتيجة ديال الاختيارات ديالي. بقيت كنقول هاد الهضره في راسي، كنقول ما خاصنيش نعطي راسي اعذار بالظروف، ما نعطيش راسي اعذار بالمحيط، ولكن خاصني نولي نختار الاختيارات الصحيحه باش نقدر نزيد لقدام. وحاولت انني نوقف كاع داك الخوف وكاع داك الهروب وكاع ديك الراحه اللي كانت في الداخل ديالي، وبغيت نغيرها. لان كل مره خفتي، كل مره هربتي، وكل مره فضلتي الراحه على التغيير، كتبقاي في بلاصتك. كنت كنبني نفس السجن بيدي كل مره. وهنا بدا التحول الحقيقي فاش قدرت انني نغير الطريقه ديال التفكير ديالي. ما كانش سهل، ولكن كان مؤلم بزاف. علاش؟ حيت صعيب انك تبدلي الطريقه ديال التفكير ديالك بصفه نهائيه وتبدلي حتى انك تخرجي من ديك منطقه الراحه اللي مولفه كتعيشي فيها. حيت اول حاجه خاصك ديريها باش تبدلي هو انك تواجهي الحقيقه ديالك بلا كذوب. بديت كنوقف قدام الخوف ديالي وما بقيتش كنهرب منه، بديت كنخليه يوقف قدامي حتى هو، وكنقول ليه انا ما بقيتش نفس الشخص اللي كنتي كتسيطر عليا في كل مره. وكل يوم كنت كنحارب نفسي، ماشي العالم الخارجي، ولكن كنت حارب انا وراسي. حيت المعركه الحقيقيه ما كتكونش من برا، راه كتكون من الداخل. كانوا ايام كنت كنحس انني غادي نرجع لنقطه الصفر، ولكن كنت كنوقف كل مره وكنقول غادي نستمر وغادي ننجح وغادي نغير حياتي. حيت فهمت حاجه مهمه، ان السقوط راه ماشي هو النهايه. النهايه هي انك ما توقفش وتعاود يعني تكمل في نفس الطريق. النهاية هي كأنك ما تحاولش تغير حياتك، النهاية هي أنك تطيح وتبقى في بلاصتك. وهنا فين بديت كنحاول نبدل الطريقة ديال التفكير ديالي بصفة نهائية، وما بقيتش كنقول ما نقدرش، وليت كنقول كيفاش نقدر ندير هادي.
ما بقيتش كنشوف المشكل، وليت كنشوف حل كل مشكل. وكل مره كنت كنطيح فيها كنت كنخليها درس ماشي فشل، يعني كنقول هذا درس تعلمته اللي ما غاديش نطيح فيه مره اخرى. ومع الوقت بديت كنحس ان القيود اللي كانت حابساني وداك التكتف ما بقاش، والخوف نقص والشك نقص. يعني وليت كنسيطر على داك الخوف ديالي، وليت كنسيطر حتى على داك الشك، وحتى على حتى داك الاحساس بالعجز بدا كيتبدل بالقوه. وليت كنقول انا قادره ندير بزاف د الحوايج وقادره نغير بزاف ديال الحوايج في حياتي. ولكن المفاجاه الحقيقيه هي ان الناس اللي من حولك بداو كيشوفوك كتبدل، ولكن ما فهموش شنو السر. السر هو ما كانش شي حاجه اللي معجزه، السر كان في قرار بسيط، انني ما نرجعش لذاك الشخص القديم اللي كنت فيه قبل. كنت كنفيق بكري، كنخدم على راسي، كنقرا، كنتعلم، كنجرب كل حاجه جديده غادي تساعدني باش انني نطور من راسي. والا فشلت كنعاود. ما نكذبش عليكم كنت كنتحبط، كنبكي بعض المرات، كنسهر بالليل لان كنلقى راسي درت واحد الخطوه كبيره، واحد الوقت كثير استثمرته في الاخر يعني ما صدقليش داكشي اللي كنت كندير. وكنت كنحس بالاحباط بعض المرات، كنت كنحس بالفشل شحال من مره، ولكن كل مره كنت كنوض وكنوقف وكنزيد نكمل. كل نهار كنت كندير ولو خطوه صغيره، ولكن هاد الخطوات الصغيره كيصنعوا واحد التغيير كبير مع الوقت. حتى وليت كنشوف نفسي اليوم وكنقول واش هاد الشخص هو نفس الشخص اللي كان خايف من كل شيء قبل؟ الجواب هو نعم، ولكن ماشي نفس العقل، حيث العقل هو اللي كيصنع الحياة. إلا بدلتي الطريقة ديال التفكير ديالك غادي يتبدل كل شيء، ولكن خاصك تكون صادق مع راسك وماشي غير حماس ديال واحد الوقيته اولا ديال واحد الفتره وغادي يدوز. ولكن القرار اليومي هو ان اليوم ما يكونش يعني تبقى تاجل وتقول حتى الغدا حتى البعدو حتى البعد بعدو، ولكن تقول انا نقدر نخرج من هذا السجن اللي انا فيه وهاد الاوهام، ونبقى نقدر نزيد القدام ونحقق بزاف ديال النتائج اللي زوينه في حياتي. حيت النجاح راه ماشي محطه، راه النجاح هو طريق، هو فرص كتبنيها باش تزيد تطور من راسك وباش تزيد القدام. وكل مره كتفكر ترجع كتذكر لحظات البدايه ديالك، كتذكر الالم اللي خلاك تبدل، وكتذكر حتى اذا رجعتي غادي تعيش نفس الحياه اللي هربتي منها. انا ما كنتش يعني كنقول لك بان راه كانت الطريق سهله، ولكن كنقول لك انه ممكن كل شيء يتبدل. بدا من فكره، بدا من قرار، وغادي تشوف حياتك كيفاش غادي تزيد. وإلا كنتي كتشوف هذا الفيديو دابا راه ماشي صدفه، راه يمكن هذه هي اللحظه اللي خاصك تسمع فيها هذا الكلام وما تبقاش كتاجل حياتك. ما تبقاش كتقول حتى الغدا، حيت غدا راه عمره ما كيجي. ودابا السؤال الحقيقي هو واش غادي تبقى في السجن ديالك ولا غادي تكسر دوك القيود وتبدا من جديد. القرار ديالك هو اللي غادي يقدر انه يحدد لك كل شيء. وحتى الا كان طريق صعيبه تذكر ان كل انسان ناجح راه حتى هو داز من نفس الالم، داز من بزاف ديال الفشل وداز من بزاف ديال الاخطاء، ولكن الفرق هو انه ما وقفش، وحتى انه بقى ثابت حتى قدر يحقق دوك الاحلام ديالو. حتى انت تقدر تبدل حياتك، ولكن خاصك تبدا ماشي حتى الغدا حتى البعد، ولكن تبدا من دابا، حيت كل تاخير هو يعني كيخلي لك نفس المشكل وكتبقى في نفس البلاصه اللي انت فيها. وكل خطوه صغيره هي بدايه حياه جديده. ولا وصلتي لهنا راه معناها انك قادر تكمل حياتك وقادر انك تغير حياتك بطريقه مختلفه. ولكن اهم من هذا الشيء هذا كامل هو ان واش غادي تطبق ولا غير غادي تسمع وغادي تمشي، حيت المعرفه بلا تطبيق ما كتساوي والو. دير قرار ديالك اليوم وما تخليش الحياه تدور عليك بلا ما تعيشها باحسن طريقه وبداك الشيء اللي باغي انت تحققه فيها. وفي النهايه بغيت نقول لك ما تنساش دير لايك الفيديو، ما تنساش كذلك تبارطاجي الفيديو مع الناس اللي كتحسهم انهم باغيين يسمعوا هذا الكلام هذا، وكذلك دير ابوني وتفعل الجرس باش انك تغير حياتك ويولي يطلع لك كل جديد، لان الفيديوهات الجايه غادي تخليك تكون اقوى نسخه منك. مع السلامه.